الاعلام المصري لا يعترف بنادي الزمالك انه من مصر. تابع معايا. طبعا كلنا عارفين ان المباراه القادمه لنادي الزمالك هي مباراه الترجي التونسي. طبعا مباراه الترجي دي مباراه مهمه وصعبه ولا بديل عن فوز نادي الزمالك بهذه المباراه عشان يبقى عنده امل اللي هو يصعد في افريقيا. الاعلام المصري مفروض ايه دوره الايام ديت؟ اللي هو يحفز نادي الزمالك، يحفز لعيبه نادي الزمالك. لا مفيش الكلام ده. اسمع بقى الاعلام بيعمل ايه. الاعلام الفتره اللي فاتت دي مش مركز غير على نادي الزمالك في ايه بقى؟ في النصايب بس، في ازاي عقود نادي الزمالك اتسربت، ازاي صفقات نادي الزمالك بتاخد الارقام دي كلها، ازاي وازاي وازاي. يطلع علينا خالد طلعت يقول لك خلي بالك صفقات الزمالك فاشله لكن صفقات الاهلي لم تقدم المستوى المطلوب منها. طب زي ما قلت هنا فاشله ما تقول هنا فاشله، انت بتقول بالارقام. هي صفقات الاهلي عملت ايه بالارقام؟ على الله حكايتهم زي صفقات الزمالك. استنى خالد طلعت التاني يجي يقول لك ايه النهارده، يقول لك خلي بالك عشان الزمالك دلوقتي بيكلم جونياس المدرب بتاع بيراميدز السابق بتاع وادي دجله السابق. طب هو ده وقته يا خالد يا طلعت تقول الكلام ده؟ هو ده السبق الاعلامي يعني؟ هو ده دورك كاعلامي؟ يا عم اتقي ربنا ويسكت. لا يطلع علينا مهيب عبد الهادي يقول لك في 2 لعيبه في الزمالك عقودهم هيخلصوا خلاص كمان شهرين ونادي الزمالك لسه لحد دلوقتي ما جددش التعاقد معاه. اللعيبه دي صغيرين، مش عايز يقول اسماء، راجل محترم يطلع علينا بالليل بتويته تانية يقول لنا لا ده الاتنين لعيبه دولت واحد، الاتنين دولت يوسف اسامه نبيه وسيف جعفر وفي واحد فيهم اتكلم مع الاهلي. يا جدع اتقي ربنا، يا جدع اتقي ربنا، داخلين على مباراه مهمه. 2 لعيبه واحد فيهم قاعد مع الاهلي، يعني انت عايز توقع واحد فيهم او توقع الاتنين؟ يا جدع حسب الله ونعم الوكيل فيكم. بص على احمد سليمان سايب الايام كلها. احمد سليمان اللي كان مرشح نفسه قدام مرتضى منصور سايب الايام كلها وجاي يطلع بيان يقول لك ايه في البيان؟ لا لازم يتنفذ القوانين، لازم نشوف العضويات اللي دخلت والعضويات اللي خرجت. يا عم هو ده وقته؟ يا عم هو ده وقته؟ داخلين على مباراة الترجي يا جماعة. يا جماعة حسوا خلى عندكم دم. جميع الاعلاميين في مصر الفترة ديت بيتكلموا عن اللي اخر مباراة للجهاز الفني لنادي الزمالك وفريرا المباراة القادمة بتاعت الترجي. يا عم طب يبشر خير، ما يمكن ربنا يكرمهم ويحققوا نتيجة ايجابية ويكسبوا. مش وقته. لازم انا اول واحد قلت اللي هم يمشوا. انت بتتمنى الخساره قبل ما تحصل؟ اتقوا ربنا في نادي الزمالك واتقوا ربنا في جمهور نادي الزمالك. انا بشوف الاعلام في مصر اي موقف لاي انديه غير الزمالك كأن الزمالك ده مش لا مش تبع مصر، ده تبع حته بره بس هم جايبينه يلعبوه في الدوري كده بس يحل الدوري كل فتره كده ياخد الدوري. لا كل ده عشان 2 دوري و2 كاس؟ ايه يا جماعه في ايه؟ انا اعرف فرقه قعدت 10 سنين تاخد كل حاجه في الدنيا، ما كنتش بشوف الكلام ده يعني. ما ننساش نقول النهارده كل سنه وانت طيب يا شيكابالا، كل سنه وانت طيب يا اباتشي، كل سنه وانت طيب يا قائد نادي الزمالك. 37 عام يتمهم النهارده شيكابالا، كل سنه وانت طيب يا قائد.